القاهرة. ياه أنا حضرت. حضرتيه؟ حضرتيه وأنت طفلة طبعًا. لا مش طفلة أوي يا فندم. طفلة أوي أوي. يعني كنت بتاعة 14 سنة مثلًا، ده إحنا قعدنا كذا يوم، إحنا كنا بنروح ناخد معانا عتاد بقى وأكل ومؤونة ونفضل قاعدين والناس حوالينا كلها بتسبح وتغني. أيوه. وتولع شمع، وبعدين الزهور الابصار كلها تتعلق على الصليب اللي فوق القبه ده، والضوء يظهر وما تبقاش متاكدين بنجري يمين وبنجري شمال. لو كان في فيديو في الوقت ده. ما كانش فيه. سنة 68 في 2 ابريل 68. أيوة. خدي بال حضرتك ان كانت النكسة في يونيو 67. كانت بلادنا تعبانة جدا من النكسة، لكن أراد الله يعمل نوع من الطمأنينة لأهل مصر. صحيح. ظهرت العذراء أكتر من سنتين وشوية. أيوة. ظهور متواصل. بقى على فترات إيه بقى؟ ولا سنتين بتظهر. أيوة. هل مثلا أصل الناس كانت ممكن تقعد ليالي وتروح؟ ما فيش يعني مش حاجة جدول مش منتظمة. لكن لمدة سنتين وشوية العذراء بتظهر. مريم أم الغلابة بلسم يشفي التعابة قدام الله تملي. شلاية ستنا يا ململمة المصريين في حضنك، قلبك معانا وعيونك على أراضينا، ده انتي أحن من روحنا علينا. وقت الهوايل نناديكي تقومي توفي الدين، تفردي دراعاتك قصاد العدا سدين. مدد يا ام النور يا عذرا، مدد ملوش عدد، يلي ليكي في قلوب المصريين حواديت ملهاش حد. يا ستنا مريم نظرة حب لعشائك، ومدي ايدك لأحبابك المصريين.